من قديم الأزل الأحلام كانت لغز بيحير الإنسان. الفراعنة شافوها على إنها رسائل من الآلهة، واليونانيين اعتبروها نبوءات. حتى الملوك والقادة في العصور الوسطى اعتمدوا على تفسير الأحلام باتخاذ قراراتهم الحاسمة. ما زال لحد النهاردة العلم بيحاول يفهم طبيعة وأسباب الأحلام. في الفيديو ده هنسافر مع بعض في رحلة عبر التاريخ، وهنكتشف مع بعض أسرار الأحلام ونظريات العلماء عنها. استعدوا لاكتشاف عالم الأحلام بعيون جديدة، وكمان هقولك على معلومات مثيرة وغامضة هتخليك تفكر مرتين قبل ما تغمض عينيك الليل. الأحلام هي تجارب بنمر بيها أثناء النوم، بتكون عبارة عن مشاهد وأصوات وأحيانا مشاعر بنحسها كأنها حقيقية. عايز أقولك إن العلماء مش متأكدين لحد النهاردة إيه السبب وراء الأحلام، لكن في نظريات كتير بتفسر الظاهرة دي. زي عندك واحدة من أشهر النظريات، نظرية سيجموند فرويد. كان بيعتقد إن الأحلام هي وسيلة العقل الباطن للتعبير عن رغبتنا المكبوتة والمشاعر اللي بنحاول نخفيها في حياتنا اليومية. من ناحية تانية عندك كارل يونغ، كان بيعتقد إن الأحلام بتعبر عن الرموز اللي بتربطنا بالعالم الروحي وبالتجارب الإنسانية المشتركة. النوم عزيزي المشاهد بيعدي ب5 مراحل، والمرحلة اللي بتحصل فيها الأحلام هي مرحلة رابيدي موفمنت أو حركة العين السريعة. في المرحلة دي العقل بيكون نشط جدا والجسم بيكون في حالة شلل تام، وده طبعا علشان ما ينفذش الحركات اللي بنشوفها في الأحلام. هل هو فعلا في أنواع للأحلام؟ ولو في بتبقى عاملة إزاي؟ هقولك. بص يا سيدي، الأحلام بتتنوع بين الأحلام الواضحة ودي اللي فيها بنكون مدركين إننا بنحلم وبيكون عندنا القدرة على السيطرة والتحكم فيها، والأحلام الكابوسية ودي الأحلام اللي بنواجه فيها مخاوفنا وأحيانا بنصحى من النوم وإحنا مرعوبين وخايفين جدا. كمان في عندنا أحلام البشرة ودي اللي بنشوف من خلالها الأحداث اللي ممكن تحصل لنا في المستقبل. في قصص كتير واقعية لأشخاص شافوا أحلام غيرت مجرى حياتهم، زي ناس شافوا في أحلامهم أحداث اتوقعت بمستقبلهم بالظبط، ناس تانية شافوا رموز وأشياء خلتهم يفكروا في حياتهم بطرق مختلفة. وواحدة من أشهر القصص هي قصة إبراهام لينكولن اللي حلم قبل وفاته إنه شاف جنازته، وعايز أقولك إن ده كان قبل ما يتم اغتياله بأيام قليلة جدا. كمان العلماء بيستخدموا تقنيات زي التخطيط الكهربائي للمخ، وده علشان يختبروا ويشوفوا نشاط المخ أثناء النوم، والدراسات دي ساعدت في فهم بعض جوانب الأحلام، لكن لسه في أسئلة ملهاش إجابة واضحة. وبعض الدراسات بتشير إن الأحلام ممكن تكون وسيلة لتنظيف العقل من المعلومات الغير ضرورية، أو إنها بتساعد بشكل كبير في حل المشاكل اللي بنواجهها. الغريب إن في أحلام غامضة بتتكرر عند كتير من الناس، زي مثلا حلم السقوط من مكان عالي، أو حلم الطيران، أو التعري في الأماكن العامة. الأحلام دي غالبا عزيزي المشاهد بترمز لمشاعر القلق أو التوتر والضعف اللي بنمر بيها في حياتنا اليومية. عايز أقولك إن الأحلام مش بس بتأثر على نفسيتنا، لكن كمان بتأثر على جسمنا. وفي دراسات بتقول إن الناس اللي بتتعرض لكوابيس كتير بيكون عندهم زيادة في نبضات القلب وضغط دم عالي. في دراسات تانية بتقول إن الأحلام ممكن تساعد في تعزيز الإبداع وحل المشاكل، وده لأن العقل بيشتغل بطريقة مختلفة أثناء النوم. عندك كمان في ناس بتقول إن الأحلام ممكن تكون بوابة لعوالم تانية، أو حتى إنها ممكن تنقلنا لعوالم موازية. وفي الحقيقة النظرية دي مش مدعومة بأدلة علمية، لكنها بتضيف جانب مثير وغامض لعالم الأحلام. كمان في ناس بتستخدم تقنيات معينة للتحكم في أحلامه، زي تقنية الحلم الواعي، فيها بيكون الشخص مدرك جدا وعارف إنه بيحلم، كمان بيقدر يسيطر على أحداث الحلم. التقنيات دي عزيزي المشاهد بتتطلب تدريب وتركيز عالي جدا، لكن الناس اللي بتقدر تعملها بتقول إنها بتساعدهم في التعامل مع مخاوفهم وتطوير قدراتهم الشخصية. أنا بالفعل جربت قبل كده حاجات مشابهة، وهي تجربة الإسقاط النجمي، بس بعد كده عرفت إن هي حرام لأنها من غير دخول في تفاصيل تابعة للديانة البوذية. ولو حابين إن أتكلم عن تجربتي مع الإسقاط النجمي والحاجات المرعبة اللي أنا شفتها قولولي في التعليقات. في النهاية عالم الأحلام هو واحد من أكتر العوالم اللي بتثير فضولنا وبتحيرنا في نفس الوقت. كل حلم بنشوفه هو لغز جديد بالنسبة لنا بنحاول نفكه،
ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، وأحلام سعيدة للجميع. سلام.